السلام عليكم، كي بقيتو مزيان؟ اموركم على خير؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نحضر بسبوسه، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. بسبوسه بنكهه الحامض وكريم باتيسير، حتى لا كريم حتى هي درت ليها غير لا كريم باتيسير بدون بيض، درت ليها الحامض حتى هي باش كتجي فيها حتى هي داك النكهه وكتجي مولمه مع البسبوسه. اول حاجه غادي نديروها وهي اننا نحضروا السيرو اللي درت فيه كاس ديال السكر، نص كاس ديال الماء وجوج ديال لي طرونش ديال الحامض، وفوق النار لمده 5 دقائق خليهم يغلاو. هنا درت قشره ديال برتقاله، بيضه، نص كاس سكر سنيده، فانيليا، ونخلطوا العناصر حتى ديك الحبيبات السنيده ما كيبقاوش كنحسوا بهم. كندير هنا قريصه ديال الملح، نص كاس ديال الزيت، ونص كاس ديال الحليب، وعندي هنا يوغورت طبيعي او بنكهه الفانيليا، نص علبه ماشي كله، ومعلقه ديال الجبن طري او لا ريكوتا او لا اي نوع ديال الفخوماج كان توفر عندكم، ما كانش بلاش. 2 معالق كبار ديال الحامض، ومعلقه كبيره ممسوحه او لا خماره ديال 7 غرام، وكاس ونص ديال سنيده، وغادي نخلطوا الجميع وغادي نخليوها ترتاح يعني واحد شويه باش هكذا كنعطيو الوقت للسميده باش تشرب. صافي غادي نخليوها ترتاح، وناخذ واحد المول مدهون بالزبده وغادي نرشو بالسميده، وغادي نخوي فيه العجين ديالي، وغادي ندخلها للفرن على 180 درجه لمده ديال 30 دقيقه حتى كتحمر لينا. صافي ودابا غادي نوجد الكريمه، ندير فيها كاس كبير ديال الحليب، قشره ديال برتقاله وفانيليا، و2 معالق كبار ديال مايزينا، وغادي نردها فوق النار حتى كتعقد ليا الكريمه. وغادي نضيف حتى 2 معالق ديال عصير ديال الحامض، والسكر على حسب الذوق، يعني انا درت هنا 3 ديال المعالق كبار، نتوما بامكانكم تنقصوا ولا تزيدوا، ومعلقه ديال الفخوماج او لا ريكوتا كما قلت لكم، ولا اي جبن عندكم متوفر ما كانش بامكانكم تستغناو عليه بلا ما تضيفوه. هنا ضفت الحامض كيف ما كتلاحظوا معايا، وغادي نردها فوق النار حتى كتعقد. هنا البسبوسه خرجات، هنايا الكريمه غادي نزيد لها معلقه كبيره ديال الزبده نخلطها فيها حتى كتذوب. هذاك السيرو من بعد ما طاب ليا كنخليه غير يدفى شي شويه، وكنسقي به البسبوسه كامله حتى كتسقى مزيان باش هكذا كتجينا رطبه وفتيه. صافي وهنا كنخلط ديك الزبده في الكريمه حتى كتذوب تماما، وكنصبها على البسبوسه ديالي. هنا من بعد ما خويتها وقديت لها الوجه، كناخذ واحد شويه الكونفيتور كندهن به الجوانب ديال البسبوسه. هنا غادي نزوقو بشويه ديال اللوز كونكاسي او اللوز مهرمش، هنا على حسب الاختيار، بامكانكم ديروا الكوك ولا على حسب الذوق شنو اللي كتبغيو نتوما. خديت شويه ديال الكونفيتور، اما ديال الحامض اما ديال المشماش، اما المهم اللي متوفر عندكم، دائما تفاداو غير ديال الفريز. صافي غادي نزوقها بداك اللوز كيف ما تتشوفوا، الزواق تيبقى كما قلت لكم على حسب الاختيار. غادي نزوقها بلي طرونش ديال الحامض ورقه ديال النعناع ولا اي حاجه متوفره عندنا، وهذا هو الشكل ديالها النهائي. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، راه كتجي رائعه ولذيذه لذيذه بزاف، زوينه غزاله كتجي وفتيه، خصوصا فاش كنسقيوها فهي كتجي لاباط ديالها كتجي زوينه بزاف. شكرا لكم على المتابعه ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك الفيديو وديروا ابوني اللي ما متابوناش في القناه، وشكرا على الميساجات ديالكم زوينه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.